السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده بقى ايه، عملنا جولة خارج البيت. قلت اروح عند بناتي بقى نقعد شوية. فزي ما انتم شايفين كده، الولاد بقى احفادي طلبوا اننا نعمل ايه تحلية حلوة كده بعد الغدا. فقلنا نعملها معاكم بقى هناك في البيت. نشوف بقى منظر طبيعي كده جميل معاهم، وكانت قاعدة حلوة جميلة بسم الله ما شاء الله مع الولاد والاحفاد. فبرضه هبصصكم كده ايه. وعملت لهم بقى طلبوا ايه طبعا الحاله اللي انتوا شايفينها دي. ان شاء الله نخش مع بعض ونشوف الفيديو الجميل ده النهارده. ونشوف التحليه الجميله دي اللي طالعه روعه وجميله قوي قوي ومغذيه. وطبعا كلها فاكهه كده ومنعشه كده وكانت طعم لذيذ. ان شاء الله نعملها بعضنا مع بعض يعني ان شاء الله في الفيديو. و... ونخش طبعا ايه نشوف المناظر الطبيعيه ايه. الجو بصراحه كان هناك جميل جدا والقعده جميله جدا في وسط الاحفاد والاولاد. ان شاء الله تشوفوا معانا كده الفيديو. إيه ويا رب يعجبكم ان شاء الله. كان في بقى كمان مناظر طبيعيه كده حلوه ايه نشوفها مع بعض كده، اوريكم المنظر بصراحه يعني ايه يهدي الاعصاب. مع التحليه الجميله دي كانت القعده حلوه قوي وناقصاكم، يعني يا ريتكم تكونوا معانا ان شاء الله كده حبايبي. إيه باذن الله نخش على الفيديو ونشوف التحليه الحلوه دي. وهوريكم المنظر الطبيعي جميل 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 في المكان اللي ايه اللي هم ساكنين فيه. هنسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدا بقى في الخطوات مع بعضينا. تمام جايه. وعندي كيس كريم شانتيه، بص المنظر عامل ازاي بقى بسم الله ما شاء الله. بقى قلنا نغير بدل المطبخ مطبخ كده. قعدنا بقى ايه في قلب البلكونه كده، قلنا اتفرج على المنظر، قلت اعمل الحاجه دي وانا قاعده كده. وانتوا برضو تتمتعوا بالنظر للخضره، الخضره مريحه للاعصاب جدا. فقلنا برضو ايه نفرج حبايبنا الحلوين واخواتي اللي معانا على القناه واللي بيخشوا على القناه بتاعتنا بالمنظر الطبيعي الجميل ده المهدئ للاعصاب. كل اللي ايه المطلوب منك 4 موزات الموجود عندك، بكون بسكوت، مش كيلو لبن. ده هو نص كوبايه لبن او اقل كمان ربع كوبايه لبن. ومعاكي كيس كريم شانتيه، هو ده كل المطلوب منك. هتعملي تحليه جميله قوي 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 وعجب بقى الولاد الصغيرين. وكانوا ايه فرحانين قوي بالتحليه دي، تحليه جميله جدا وفي نفس الوقت مغذيه بالفاكهه اللي فيها. زي ما انتم شايفين كده هنجيب كوبايه لبن عاديه، هتحطي بس ربعها من غير سكر من غير اي حاجه. هتبلي البسكويت، حلوه جدا جدا وخفيفه وسريعه ما بتاخدش وقت خالص. تمام كده حبايبي. إيه هنبلها إيه باللبن. ونرصها زي ما انتم شايفين كده في الصينيه اللي هو بايركس. وهنبدا كده نملى ايه الصينيه بكل الايه البسكويت، حتى لو كسرت ما فيهاش مشاكل. تمام كده. فهنرص كل الايه اول طبقه زي ما انتم شايفينها كده. وبعد كده ايه هنفتح ايه باكو بسكوت تاني، هم كانوا عايزينها تكون عاليه فعايزين ايه باكو بسكوت تاني، فجبت لهم برضو ايه وعملت لهم صف تاني بالنسبه للبسكويت. وبسكويت يكون ساده ما فيهوش اي حاجه. تمام كده. رصينا معلقه كبيره كنت خدتها على طول. قطعنا الاول المانجا بتاعتنا كده، منجايه واحده بس خدنا منها شويه كده عشان نزين بيهم الايه التحليه الجميله دي. وعشان تبقى مغذيه كمان للاولاد. قطعتها شرايح وبدات اقسمها زي ما انتم شايفينها كده مكعبات. وبعد كده عندي شويه الموز برضو قطعتهم برضو كده شرايح. وبعد كده جبت كيس اللي هو الايه كيس واحد بس اللي هو كريم شانتيه. فرغته في قلب اللي هو الطبق او في قلب اللي هو الايه اللي هو اسمه ايه المج ده الصغير. وحطيت عليه 4 معالق سكر بس، عايز تحطي 3 السكر حسب انت يعني ايه اللي انت بتحبيه او بتحبي تتذوقيه. وحطيت بس ايه نص كوبايه لبن. تمام كده، يعني كيس كريم شانتيه خد ايه نص كوبايه بس لبن زي ما انتم شايفينها كده. بعد كده إيه ضربته بالمضرب السلك زي ما انتم شايفينه لحد ما يديني لحد ما تحسي ان ايه الكريم شانتيه بدأ بقى إيه يبقى سميك كده ويعمل زي عرف الديك كده زي ما بيقولوا. تمام يا حبايبي كده تضربي فيه لحد ما تحسي بقى الايه القوام بتاعه بقى غليظ كده وبقى حلو. نبدأ بقى ايه ركنته شويه في التلاجة عبال ما اظبط بقى البسكويت بتاعي واعمله. تمام يا حبايبي عشان برضك ما يسيحش منك. وبعد كده هجيب بقى الطبقه التانية بالنسبه للبسكويت. قالوا لي طلبوا مني لا مش عايزين واحد بس طبقه بسكويت بس اهو شايفين كده. كريم شانتيه بقى جميل ازاي. نركنه بقى على جنب. ونجيب بقى ايه قالوا لي حط لنا تاني طبقه بسكويت يا تيتا، فحطيت لهم طبقه بسكويت تاني زي ما انتم شايفين كده. تمام. وبدات برضه اقبله بنفس الطريقه. صففته كده صف تاني. وبعد كده اللي احنا عملناه برضو تاني بالنسبه للبسكويت. خلاص خلصت ايه اللي هو القالب البايركس بتاعي او الصينيه البايركس. وبعد كده هبدا اجيب ايه الكريم شانتيه بتاعي. كيس واحد بس عمل الصينيه الجميله دي. وبصراحه كفتنا كلنا بسم الله ما شاء الله عليها اللهم بارك. هتجيبي بقى ايه الكريم شانتيه وتبداي ايه تحطيه في كيس زي ما انت شايفاه كده، مع ان انا ايه ما استخفتش الكيس بصراحه يعني حطيت شويه فيه
انا يعني ايه بحب الحاجات الايه السريعه، مش لازم يعني احط في الكيس والمش عارفه الكيس اللي هو الحلواني. لا لقيته برضو ما سعفنيش يعني وكده. فبدات رحت سايبه الكيس، ورحت ايه ماسكه بقى باللي هي الاسباتولا دي، وقعدت ايه اشتغل بيها. رحت مفرغه بقيه الكميه اللي معايا، وبالاسباتولا بقى قعدت اساوي كل اللي فيها كده. والكيس بسم الله ما شاء الله ملا الصينيه زي ما انتم شايفين كده. كيس واحد بس، انا كنت جايبه اتنين، بس هما بس الصينيه بس ما خدتش الا كيس واحد زي ما انتم شايفينها كده. ومش مكلفه، ده الولاد بيجيب كيس الشيبسي بس الصغير ب 15 وب 10 جنيه. يعني كيس شويه اللي هو الفاكهه اللي عندنا، تعمل لك تحليه جميله جدا، وبرده مش مكلفه وتعتبر اقتصاديه. يعني هو كيس الكريم شانتيه ومعاه 4 صوابع موز، والمانجا طبعا كلنا مخزنين مانجا اليومين دول. ومفيش اي حاجه يعني مكلفه بالنسبه لايه، للقارب اللي هو البايركس ده. بدات بقى ارص الموز بعد ما حطيت اللي هو الكريم شانتيه كده باي شكل. تمام، لانه هيبقى متغطي بالموز وبالفاكهه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. وكانت تحليه جميله جميله جدا، ان شاء الله تجربوها تعملوها تقولوا ايه رايكم فيها. واللي وصل طبعا معانا الفيديو دي قناتي قناه تاروكا، ما تنسوناش من دعمكم. ما تنسوناش من لايك واشتراك في القناه اذا كان طبعا الحاجه بتاعتنا او المحتوى بتاعنا بيعجبكم. وطبعا فضلا وليس امرا. وجزاكم الله خيرا طبعا على ايه دعمكم لنا. خلصت كده رص الموز، هبدا بقى احط الايه المانجا بتاعتنا جنبها كده بنفس الشكل برضو. ايوه كده بدات بقى ارصها. الكيس التاني اللي هو بتاع الكريم شانتيه برضو موجود اهوت، يعني عملت واحد بس. بدات بقى ارصه زي ما انتم شايفين كده اهوت. كده عملنا الطبقين بتاع البسكويت وطبقه الكريم شانتيه. وممكن برضو تعمليها بطريقه تانية، ممكن تحطي طبقه برضو الموز، وطبقه تانية فوقها، بدل ما تحطي طبقتين اللي هو البسكويت عليها، لا بتحطي ممكن البسكويت في طبقه تانية. دي لو انت حابه برضو. وتحطي طبقه كريم شانتيه تاني فوق وترصيها برضو بالفاكهه. يعني في ايه ممكن نعملها دورين او ممكن نعملها دور واحد على حسب ما انت عايزه. بس انا بقى كنت مستعجله، قلت اعملهم بس كده صفي تاني بسكويت، لانهم بقى عمالين بقى ايه مبسوطين قوي. تيتا قاعده عندهم بقى وعماله اعملي لنا يا تيتا اعملي لنا يا تيتا، فقلت لهم ده اسهل حاجه. تمام. فرحت عامله لهم كده زي ما انتم شايفين، وفرحوا بيها جدا، وبسم الله ما شاء الله كانت حلوه وطعمها لذيذ وعجبتهم قوي. طبعا اتفضلوا معانا. وزي ما انتم شايفينها شكلها كان حلو قوي. وكمان كان عندهم كده ايه رمانيه، قلت لهم هاتوا الرمانيه كمان نزين بيها عشان تبقى فيها كام صنف من الفاكهه كده ايه، يعني تفرح الولاد. فراحوا جايبين رمانه ايه وقعدوا فصصوها كده اهوت. واقفين جنبي بقى الايد الصغنونه اللي جنبي دي، واحد من احفادي. فواقف جنبي بقى مستني تيتا لما تخلص الايه الصينيه الجميله دي. فربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويحفظ لكم ولادكم وحياتكم كلها. كده كانت الصينيه خلصت اهي. رحت بقى جبت الايه البول البرقوق اللي هو الرمان زي ما انتم شايفين. وبدا ايه نرصه على الايه على الصينيه برضو كده زي ما انتم شايفين. وطبعا اي فاكهه انت بتحبيها حطيها. حاجه بتغذي ولادك وتبقى حلوه قوي وتساعدهم طبعا على تقويه الذاكره كده في الايام الدراسه دي. ان شاء الله ربنا يوفق ولادنا كلهم يا رب واحفادنا. وادي الصينيه بتاعتنا ما خدتش وقت خالص. وهقول لكم شكلها رائع 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 بسم الله ما شاء الله. وعلى منظر بقى الخضره اللي قدامنا كده قعدنا بقى ايه عملنا بقى كوبايه شاي كده اهوت، واللي كلها لوحدها من غير اي حاجه بالفاكهه. وكان طعمها لذيذ جدا بصراحه، ويعني ايه عجبتني. وفي نفس الوقت كده كان في انتعاش كده اهوت وطعمها لذيذ جدا. زي ما انتم شايفينها بقى اقطع لكم منها كده وتشوفوها وتقولوا ايه رايكم فيها. قطعتها اهي، وهطلع لكم قطعه برضه، هطلع لكم قطعه كده او قطعتين منها وتشوفوها كانت جميله جميله ولذيذه. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لنا طبعا ايه رايكم في ايه في الكومنتات. في عمايل تيتا روكا زي ما انتم شايفينها كده جميله ولذيذه. وهناكل بقى منها دلوقتي قدامكم. هطلع كمان قطعه تانية واوريها لكم. اه زي ما انتم شايفين ايه الجمال ده. تمام. شكلها روعه وطعمها احلى. ان شاء الله تجربوها بطريقه تيتا روكا. تمام يا حبايبي كده. كده كانت لذيذه اهي زي ما انتم شايفينها. وعملنا بقى وكلنا منها كده واتبسطنا، وكانت فعلا منعشه كده ولذيذه حلوه وخفيفه. ان شاء الله تجربوها. اشوفكم على خير، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.